السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نديروا طبق، يعني طبق ما شاء الله طبق رمضاني بنتو أهبل تاع الدنيا. إن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم كما راكم تشوفوا معايا. طبق يعني بمكونات يعني كما نقولوا بسيطة ومكونات صغيرة وتخرج لنا كمية كبيرة. بالدجاج والزيتون ومرقة بيضاء. عندي نص صدر تاع دجاج، خرج لي كمية ما شاء الله كما راكم تشوفوا معايا. بسم الله. اول حاجه نبداو بالمقادير كما راكم تشوفوا معايا. هنايا عندي نصف صدر دجاج، وعندي هنايا شابلير، نص حبه تاع بصل وحبه تاع البيض وشويه تاع معدنوس وزوج مغارف تاع شابلير وشويه ملح. وكما راكم تشوفوا يعني البيضه حطيتها كامله، نخلطهم كامل مليح. يعني نص بصله حطيتها هنا ونص بصله ندير بها لاصوص كما راكم تشوفوا معايا. نخلطوهم كامل مليح يعني المكونات، وراح نديروها هنايا بالزيتون. هذا هو كما راكم تشوفوا القوام تاعها. انا الزيتون تاعي هنايا عندي كميه صغيره، كي تقدروا انكم غير تبدلوا الماء ولا تغليوه، يرجع الاختيار لكم. حنايا نبوليو الدجاج تاعنا هنا، دجاج بوليوه شوفوا كيفاه. يعني بنصف صدر تاع دجاج الكميه اللي دارت لي، نصف يعني درت ماك ونص حبيت نديرهم بالشكل هذا. نتوما ديروا الشكل اللي حبيتيو. شوف كيفاه. اول حاجه نسردوا المول تاعنا باش ما يلصقش، ومن بعد يعني نبداو نشكلوا فيهم يعني خبيزات كما راكم تشوفوا. يعني ما نديرهمش خشن بزاف باش يطيبوا معنا من داخل. نكملوهم كامل يعني بنفس الطريقه. انتم استعملوا اي شكل كان عندكم، اي مول كان عندكم. انا استعملت الشكل هذا يعني حبيت نغير فقط. كما راكم تشوفون نكملوهم كامل مليح. في الوقت هذا اللي نكمل فيه نروح نوجد البرمه تاعي كما قلت لكم، نص حبه تاع بصل وزوج سنينات تاع الثوم، نقليوهم مع فلفل كحل. نكملهم نقليهم يعني مع فلفل كحل وشويه كما نقولوا شويه راس الحانوت فقط، يعني ما تكتروش. لاصوص تاعنا راهي بيضاء. نقلوهم مع الزيت مليح. من بعد في الوقت هذاك نروحوا نضيفوا عليه يعني مكعبات تاع فرماج ولا طرف تاع فرماج، كما حبيتوا. يعني اي فرماج كان عندكم متواجد. كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل النهائي تاعهم. انا هنا يعني بعد ما وجدتهم انا يعني سمحوا لي راح لي المقطع، يعني كي قليت البرمه وجدت كل شيء راح لي المقطع هذاك. كما راكم تشوفوا يعني قلت لكم يعني الطريقه سهل في سهل. بعد يعني نمرقوهم، ومن بعد نلوحوا يعني الكريات تاعنا في لاصوص يطيبوا عادي. تقدروا يعني قدام تلوحهم في لاصوص يعني تحمروهم في شويه زيت وشويه زبده، يعني يرجع لكم الاختيار. انا منتكم الفكره فقط وانتم يعني يرجع الخيار لكم. يعني الوصفات هذه وصفات سريعه التحضير، يعني في نص ساعه توجدي الوجبه تاعك. يعني وجبه سهله وكما نقولوا ما تاخذش معنا وقت. هنا عندي كميه تاع الزيتون كما راكم تشوفوا. يعني بعد ما ضفت الكريات تاعي تاع الزيتون ضفتهم هما تاني بعد ما كنت غليته من قبل وبدلت له الماء 6 خطرات. من بعد نخليوها تطيب، كما نقولوا نمرقوها نخليوها تطيب ونغطيوه. كما راكم تشوفوا ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم الوصفه تاع نهار اليوم. كما نقولوا سهل في سهل. يعني والله غير بنص صدر تاع الدجاج درتنا كميه ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوها. ولاصوص تاعو يعني جات بنينه ما شاء الله، يعني خاطره بالفرماج. يعني كميه صغيره تاع فرماج بصح والله غير جات لاصوص خاطره بالبزاف، يعني وخرجت لي كميه تاعيله. كما راكم تشوفوا يعني لاصوص نديروها عادي، يعني كما نقولوا ما سديش معنا وقت خلا نكملوها. ومن بعد يعني نروحوا نديروا الشكل. نوجد الطبق تاعنا. هذا هو الشكل النهائي تاع اليوم. تقدروا يعني تضيفوا يعني حتى لا كريم فريش، يعني يرجع لكم الاختيار. يعني نزيد اعطيها بنه على بنه. هذا هو الطبق النهائي تاعنا اليوم. ان شاء الله يا ربي ينال اعجابكم. ما تنساوش يعني تجربوه. شوفوا يعني الهشاشه تاع الكريات. الكريات يعني جاو هشاش، يعني لا شابلير هذيك راح تخليهم هشاش.